التنظيم هي معنية بالتنظيم على المستوى الوطني. الوفود اوني دون نو زوبليغاسيون، حنا مجبرين باش ناسيريو لو ترونسبور على المستوى الوطني، معناه تنقل اي فريق من مدينه لاخرى. واما بالنسبه للتنقل حتى حضور التظاهرات، كل الفرق 17 باش تجي للجزائر هو على عاتق الفريق اللي راح يتنقل، يعني سواء على المستوى المادي او لو بلان دو فول كي فون شوازير. على بالنا باللي كاين اون بارلي ميم دي زيكزيجونس في لو كاي دي شارج باللي لازم يكون توفير. سي فري نفرض تسهيلات، ولكن الكاي دي شارج نو بارل جامي دان فول ديريكت و انديريكت، باسكو لا بلوبار ديجا تاع لي بي افريكان كي فون فونير اون الجيري فون فير دي اسكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. الجزائر ترفض فتح المجال الجوي للطائرة المغربية التي تنقل المنتخب الوطني للمحليين. ويستمر موضوع مشاركة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة في تحفيز مزيد من الردود الفعل بخصوص الشرط الذي وضعته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القاضي بسماح للطائرة المنتخب بالمرور مباشرة من المغرب إلى الجزائر عبر الأجواء البلدين. ولم يتأخر الرد الجزائري على الطلب المغربي، وجاء بصفة رسمية على لسان رشيد أوكالي رئيس اللجنة التنظيم الشان الجزائر 2023 الذي تفاعل مع ما أسفر عنه باجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أول أمس الثلاثاء 27 دجنبر. وقال رشيد أوكالي في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في دفتر الشروط الخاص بالتظاهرة الرياضية مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ينص على أن المستضيف المنافسة ملزم بتأمين تنقلات وجود المنتخبات المشاركة داخل التراب الوطني فقط، كأن ينتقل من العاصمة إلى قسطنطينية أو من وهران إلى عنابة أو العكس. وتابع رئيس اللجنة التنظيمية لكأس إفريقيا للاعبين المحليين السنة 2023 المرتقب تنظيمها في مدن الجزائرية عدة بينها 13 يناير و4 فبراير المقبلين، بأنه لا توجد عبارة توفير خط جوي مباشر، موضحا أن أغلبية المنتخبات المشاركة ستحل وتنتقل إلى الجزائر قادمة من بلد آخر وليس عبر خط جو مباشر ينطلق من بلدها. واختتم رئيس اللجنة التنظيمية شان الجزائر 2023 بأن هيئته تلتزم باستقبال حار للمنتخبات المشاركة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة حتى تكون ظروف الإقامة جيدة بالجزائر، وذلك بمجرد قدومهم إلى أرض الوطن. وكان المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد ربط المشاركة في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بفتح خط جوي مباشر في وجه طائرة الخطوط الملكية الجوية المغربية التي ستنقل المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة بين العاصمة المغربية الرباط ومدينة قسطنطينة الجزائرية المحتضنة لمبارياته. جامي اون بارلي ميم دي زيكزيجونس في لو كاي دي شارج باللي لازم يكون توفير. سي فري نفرض تسهيلات، ولكن الكاي دي شارج نو بارل جامي دان فول ديريكت و انديريكت، باسكو لا بلوبار ديجا تاع لي بي افريكان كي فون فونير اون الجيري فون فير دي اسكان.